السلام عليكم. في عالم السوفت وير او في عالم صناعه البرمجيات، اي داتا بتتعامل معاها هي حاجه من الاثنين. يا اما ان هي ريكوايرد ضروري ان هي تدخل، يا اما ان هي نل مش لازم ان هو يحطها بالعربي، مش لازم مصطلحات فلسفيه. يا اما ان انا مطلوب من المستخدم ان هو يديني البيانات دي، يا اما مش لازم يحطها. على سبيل المثال، لو انت رحت على الفيسبوك عايز تضيف منشور ورحت على طول تدوس حفظ، هيقبل منك؟ مش هيقبل، لان فين المنشور اصلا؟ فالمنشور اجباري مطلوب، ريكوايرد. حتى هنا لما كنا بنتعلم HTML كنا بنستخدم فكره الريكوايرد والكلام ده كله، بحيث ان الاليمنت نفسه يكون مطلوب. اللي انا عايز اعمله ان انا هدخل في فكره اسمها فكره الفاليديشن. الفاليديشن انا لازم اتاكد ان كل الانبوتس دي اللي هم الثلاثه دول فيهم قيم، لان الثلاثه مطلوبين بالنسبه لي، والا التصميم بتاعي هيضرب. لو في حاجه ما فيهاش قيم، هقول له ان الحاجه دي ما فيهاش قيمه، وبالتالي هوقفه. اللي انا هعمله بكل بساطه، لو عايز اعرف ان حد معين فيه قيمه ولا لا، هعمل ايه؟ ان هو فيه قيمه او ما فيهوش قيمه. لو رحت هنا بكل بساطه قلت له console دوت لوج، وجبنا مثلا الاليمنت ده value اللي هو التايتل، ورحت عملت هنا حفظ، هتلاقوا ان هو جابها لي فاضي. واحد، هتلاقوا ان هو جابها لي واحد. لو رحت قلت له value ورحت قلت له دوت لينث بالشكل ده، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، اقول له الطول بتاعها. هنا قال الطول بتاعها واحد، طب واحد اتنين، قال لي الطول بتاعها اتنين، طب بلا بلا، قال لي الطول بتاعها ستة. ما فيهاش حاجة، الطول بتاعها صفر، وصفر زي ما احنا اتعلمنا معناها فولز. فاللي انا هروح اعمله ان انا هروح اقول له اف ان الفورم تايتل دوت فاليو دوت لينث. وهنا انا عندي حل من الاثنين، يا اما ان انا اقول له ان هي تساوي صفر، وبالتالي هجيبهم كلهم واقول له لو اي واحد فيهم بيساوي صفر معناها ان الانبوت فيه مشكله، او آه، او ان احنا ممكن نعدي عليهم كلهم او كل واحد لوحده، بحيث ان انا اعرف انهي اليمنت بالظبط اللي فيه مشكله. يعني ممكن اجيب التايتل اشوف هو فاضي ولا لا، لو فاضي اطلع له رساله اقول له التايتل فاضي، واروح اجيب اف كونديشن تاني اجيب الوصف، اف كونديشن تاني اجيب رابط الصوره. ممكن احنا نشتغل على الموضوع ده. التاني ان انا اقول له اور ان كذا فاضي، اور ان كذا فاضي، اور ان كذا فاضي، يبقى في انبوت معين فاضي. خلونا نروح للاسلوب ان احنا نطلع كل حاجه لوحدها. هنا هقول له ان التايتل لو فاضي، اللي انا عايز اعمله حاجه من الاثنين، يا اما انا اطلع له هنا اليرت اقول له العنوان مطلوب بالشكل ده. فهاجي هنا لو العنوان فاضي هيقول لي ان العنوان مطلوب، يا اما في اسلوب احسن من ده. هروح اعمل هنا ديف فوق، ديف، وهديله اي دي هقول له مسج بالشكل ده. المسج ده خليكم مركزين معايا خطوه بخطوه، الموضوع ده لذيذ لو فهمتوه. هديله هنا باك جراوند كلر ريد، وهقول له ان البادنج بتاعه 20 بكسل، 10 بكسل من فوق و20 بكسل من على اليمين والشمال. زي ما انتم شايفين بدأ يظهر، هيعمل لي بس شويه مارجن من فوق ومن على اليمين والشمال برضو. خلونا نشوفه بالشكل ده. هقول ان هو هياخد ويتس 50%، مارجن اوتو علشان يجي في النص بالشكل ده. البادنج بتاعه انا حابب ان هو يكون صلب اكتر، ممكن 20 بكسل من فوق ومن تحت، ومن على اليمين والشمال 40 بكسل. اخر حاجه هديله بوردر ريديوس، 20 بكسل بالشكل ده، او 10 بكسل. كويس. الفكره اللي انا بشتغل عليها دلوقتي، او التصميم اللي انا بشتغل عليه دلوقتي، ليه؟ علشان اظهر الرساله فيها، ما اظهرهاش في الاليرت، اظهرها هنا. تمام. انا هنا قلت له ويتس 50% مارجن اوتو، وهنا المارجن ده بوظ الدنيا، بوظ لي فكره المارجن اوتو. اعتقد كده كويس. وهنا هيظهر رساله بالشكل ده، هيظهر هنا الرساله، فعايز ان اللون بتاعها يكون ابيض. جميل. البادنج مبالغ فيه صراحه، كده كويس. اخر حاجه بس، انا في درجه يعني من الاحمر بتبقى حلوه في الموضوع ده. مش فكره تصميم اذواق زي ما قلت، مش هنختلف فيها. احنا بنتعلم جافا سكريبت، لكن انا عايز ان احنا نعمل حاجه حلوه، حاجه نظيفه، مشروع حلو. طيب، دلوقتي اللي انا هعمله اصلا ان انا هخفي البتاع ده، ديسبلاي نون، مش عايزه. انا ما ظهرليش حاجه اصلا، مفيش مشاكل، مفيش ايرورز. ايه بقى اللي انا هعمله؟ هنروح نجيب الباشا ده. تعال عندنا في الجافا سكريبت، let message بتساوي document get element by id، جبته.
لما يكون في مشكله او في رساله هقول له المسج دوت ستايل دوت ديسبلاي بلوك. اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم اظهره لي. فهعمل هنا حفظ في مشكله فعلا زي ما انتم شايفين هنا التايتل فاضي فظهره لي. هقول له بقى ان المسج دوت تكست كونتنت العنوان مطلوب. بس نعمل هنا ريلود حفظ العنوان مطلوب. بس اخر حاجه ممكن ان انا اعملها ان انا اخلي التكست الاين بتاعها سنتر. يبقى اللي انا عملته السيناريو اللي انا عملته في الفيديو ده، رحت عملت ديف، اديت له اي دي، اديت له شويه ستايل علشان يظهر بشكل كويس، وخفيته لما التايتل يكون صفر بالشكل اللي انتم شايفينه معناها ان هو مش موجود، اللينس بتاعها صفر معناها ان هو فاضي، معناها ان انت تظهره لي، تظهر البتاع ده وتكتب لي فيه ان العنوان مطلوب. الفكره دي ان شاء الله تكون واضحه وهنكمل فيها في الدرس الجاي.